افتتاح وايضا تابعنا ايضا الاجواء الخاصه لهذا الملعب الجميل، واحد من الملاعب العالميه بمعايير دوليه، واليوم يستقبل جماهيره ويستقبل ايضا 90 دقيقه المغريه في مباراه بوتو بليسي وايضا نكيلا نوامبا لويس فيما المراقب كيمي، واحد من الاسماء المرشحه هنا رقم 7 فهناك دانيال سوسة لطيف. هذه 24 ابو بكر كمر الى ديال منتخب النيجر. لاحظوا الصوره درج مغربي ومنتخب النيجر. بولكانو داخل منطقه الجزاء، ضغط كبير على لاعبي منتخب النيجر عايدين للخلف. كره مغربيه من مسينا بالعمري، من يفعل بالعمري يرفع كره داخل منطقه الجزاء، تحضير امكانيه التسديد ولكن التي الكره داخل منطقه الجزاء. الياس يتكلف بهذه المهمه، تنفذ كره راسيه. مشاركته في المونديال لكن وقع في هذه المجموعه التي يتصيدها المنتخب الوطني المغربي، لذلك في الترتيب تنزلي في المركز الثاني. كره لصالح المنتخب الوطني المغربي تنفذ داخل منطقه الجزاء، وكامل ايوب الكعبي ينتظر الفرصه المواتيه من اجل التسجيل. واحد من في الجهه اليمنى، فكانت تدخلات قويه حتى الحكم بساطه وسقوط الحكم في الجهه اليمنى، فكانت تدخلات عليه قويه حتى الحكم تفاعلش معها بشكل مطلوب. لاحظوا رد الفعل اشرف حكيمي عميد المنتخب الوطني المغربي. هذه كره من الجهه اليمنى، محاوله صعبه داخل منطقه الجزاء وتدخل ادم مسينا كيبعد الخطوره. موضوع جيد داخل منطقه الجزاء، يبعد الكره. اول محاوله منتخب النيجر 20 دقيقه، اول محاوله. وليد الركراكي تعليمات كرة من جديد داخل منطقة الجزاء، صعبة وتسجل ولكن اعتقد كاين تسلل. نعم كاين تسلل، الرأسية الأخيرة وراهي مرفوعة من الحكم المساعد. لاحظوا كيفاش جات هذه العملية الهجومية بهذه الكيفية، استلال دخول. لاحظوا الوضعية ديال التسلل. الحكم المساعد يربح الأمطار، يربح المساحة أمامه، يتابع وجماهير ويشجعون ايضا. اي بين اثنين ممتازه داخل منطقه الجزاء. ابراهيم تاخر بعض الشيء ولكن الفكره جيده. كره عند مسينا ادم نيناوي ابن ونجل. نجل اللاعب التنس المغربي السابق. كره مغربيه، فرصه ممتازه. كعبي كذا يسجل هذه الكره ولكن الحارس في ايوب يسدد. اشرف حكيمي يتقدم، اشرف يسدد كره قويه ومباشره نحو الركنيه. ركنيه يقول الحكم. بوبا كعجو لمنتخب النيجر. يوسف ثم يعيدها مرة أخرى لنائل للعيناوي. العيناوي الجهة اليسرى، تمريرة من حكيمي داخل منطقة الجزاء، راسية إبعاد الخطر. كرة إلى خارج الخط الجانبي بالعمري بسرعة كيمشي يلعب الكرة ديالو. غادي يرجع المكان ديالو أشرف حكيمي. سفيان مرابط لعب كرة مع نايف أكاردا كيطلب من حكيمي أنه ياخذ الموقع ديالو، المكان ديالو. ضغط كبير كيفرضوا الان المنتخب الوطني المغربي على منتخب النيجر راجعين للخلف. كره من الجهه اليسرى بالعمري، تمريره عرضيه، فرصه، جول. الهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي. سيباري كيتمكن من تسجيل اول هدف بالمجمع الرياضي الامير ملاعب ديال بمدينه الرباط في الحل. لاحظوا الاعاده هذه بصوره علويه من العنكبوتيه. لاحظوا الطريقه بناء العمليه الهجوميه من الجهه اليسرى، كيمشي اللاعب بالعمري دخل بالكره، تمريره عرضيه وكيتمكن من مره اخرى تمريره بالكعب. فالتكتل ديال لاعبي منتخب النيجر
هو اللي خلاهم انهم يلمسوا الكره ماضيه ويخرجوا الكره من المنطقه الدفاعيه. منتخب وحيد الان يسيطر يهيمن على الملعب طولا وعرضا هو المنتخب الوطني المغربي. كره عند الياس من الجهه اليسرى، بن صغير تمريره ديالو، محاوله ديال اختراق بن صغير، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه مغربيه، محاوله دخول، ولكن في اخر مطاف حارس ما كان مناسب. هذا الهدف اللي كيجي بهذه الكيفيه، الهدف اللي كيجي بهذه الصوره الجميله لاسماعيل. اليوم الليله ليل، اليوم السهره ستستمر وسيكون الاستمرار طويل. اسماعيل اليوم حاضر بقوه ويغازل الشباك مرتين، اهتز شباك النيجر مرتين من اسماعيل الصباري الذي تمكن من التسجيل ومن الحضور القوي في المكان المناسب. هذا كما قلت القناص، وهذا هو المطلوب، لانه القناص يكون في المكان المناسب، ينتظر الفرصه المواتيه، يخرج امام الجميع ويضع الكره في الشباك. شوف التمريره هذه من حكيمي، تمريره عرضيه والصباري في المكان المناسب. فعلوا برايم دياز، نايف اكاردا، نائل العنوي، تمريره ديالو الجهه اليمنى عند اشرف حكيمي، بعيده بعد الكره، حكيمي كرجع كره للخلف. منتخب النيجر تلقى جوج ديال الاهداف، ولكن دائما اسلوبه هو الدفاع. منتخب النيجر راكن للدفاع. كرة عند الياس، كرفع كرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، كترجع عند الياس بن صغير، الياس تسديدة، يا سلام يا سلام على هذه التسديدة الرائعة باش انه يتمكن من التسجيل. كرة عند نائل العنوي مع روما الايطالي الان، الوافد الجديد الذي يسير ويبحث للاندماج اكثر. كرة ممتازة، فرصة، اشرف حكيمي يتحسر على ضياع هدف. اشرف حكيمي كان قريب امام تشجيع وليد الركراكي والجماهير المغربيه في المدرجات. شفت وضعيه جيده، سدد ولكن لم يستفد منها. كرة عند بالعمري امام دفاعي الان، كينطلق من الجهه اليسرى، بن صغير كرة عند مرابط تمريره داخل منطقة الجزاء، فرصة مغربية، محاولة من أشرف حكيمي، كان يبحث التسديد، تأخر بعض الشيء. برايم دياز كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة، بالعمري مشى أخذ الوضعية المثالية، ولكن برايم دياز على نجم ريال مدريد وعلى اللاعب الذي يبحث للتألق أكثر فأكثر، هذه المرة على المستوى الواجهة المنتخب الوطني. كرة مرة أخرى، محاولة بالعمري، تسديدة، قريب يسجل هدف لأن هذه المحاولة ديالو الثانية ممتاز. او يسجلوا اهداف اللي يتمنوا تكون كثيره اليوم، وايضا اهداف اللي تزيد تاكد على انه فعلا نايف اكارد يبعد الخطر، يبعد هذه الكره ويزيحها لتكون مباشره الى خارج رقعه الملعب. 45 دقيقه الاولى انقضت، تنطلق ال 45 دقيقه في شوط المدربين. كيف ستكون، كيف سيتعامل مع كل طرف. كره تنفذ في التماس، تحضير في خط دفاع المنتخب الوطني المغربي. النيجر الان داخلين بعزيمه، داخلين محاوله للتقدم نحو الامام. فرصه الانسلال، كره للجهه اليمنى، عمليه الاختراق لمنتخب النيجر وتغطيه دفاعيه مباشره الى خارج الخط الجانبي للملعب. راس العريضه الشيف عنده لقاءات سابقه اكتشفها في المغرب في الدوري الاحترافي اللودية، مولودية بعراقتها الكبيرة مدينة وجدة هناك أيضا. ذلك عميد اليوم عنده الشيف عنده لقاءات سابقة. وصل الكرة إلى خارج الخط الجانبي، إلى خارج الخط الجانبي. كرة لا تزال المغربية ممتازة، فرصة ضربة مقص، ذكرنا
ايوب الكعبي ذكرنا بالشان قدم فيه ايضا لقاءات كبيره ويذكرنا القويه، و21 سنه طموحاته كبيره، نتمنى له كامل التوفيق. في الوقت اللي هنا عمليه هجوميه، سنعود للمعلومات والمعطيات. هذه محاوله من اشرف، يمشي اشرف من الجهه اليمنى يبحث عن ماذا يجري، يبحث عن طريقه من اجل التمرير، ولكن في اخر المطاف مرابط يعود للاستلام. هذه كره لاحظنا ان الجهه اليسرى غيرها كليا وليد الكراكي، سواء بالعمري وسواء في الخلف الياس بن صغير. فتح المجال لايجامان، عنده فرصة مهمة جدا. إيجامان من الجيش الملكي من تروا كولور، من الجيش الملكي حينما أبدع وأقنع وأمتع. نعم، إلى انتقال رائع، إلى انتقال كبير للرينجرز، ثم بعد ذلك في ليل الفرنسي يكمل المسار الكبير والمميز، واليوم يضع عنوانه ويضع بصمته ويضع حضوره. فقط دقائق على دخوله لرقعة الملعب حمزة إيجامان يضيف رابع أهداف، ليكون هو الآخر مساهم في هذه الغلة التهديفية هنا بمدينة الرباط. كرة من الجهة اليسرى، لاحظوا كيف تم التعامل معها، تمريرة ممتازة، وبعد ذلك كمان برأسية وسط ثلاثة ديال اللاعبين. لاحظوا وسط ثلاثة ديال اللاعبين برأسية كيوضع الكرة في المرمى، وهنا الحس التهديفي المهم عند اللاعب. لاحظوا الطريقه اللي جات من خلال هذه الكره. نايف ايغارد قام بمجهود كبير، رجع الكره وبعد ذلك كيتمكن من انهاء حمزه ايغامان. شوف هنا نايف ايغارد مجهود كبير في اعاده الكره، ثم حمزه ايغامان وسط ثلاثه ديال اللاعبين. ولاحظوا انه رغم انه قصير القامه ولكن تمكن من الارتقاء وتمكن من الكره، خدا التموضع المثالي، قراءه تقدير ممتاز. ايغامان يمكن منه محاوله المراوغه، ما يفعل فرصه تمرير سيده، كان قريب من تسجيل هدف خامس. إيجامان بدقائق من الدخول لرقعة الميدان كان بإمكانه أن يضيف هدفا خامسا في هذه المباراة، ولو أنه في الجهة اليمنى كان بإمكانه يمرر، ولكن أيضا لو أنه سجل كنا سنصفق لهذا العرض ولهذا الأسلوب اللي قام به إيجامان. من الجهة اليسرى المنتخب الوحيد اللي كيلعب وكيفرج في رقعة الملعب هو المنتخب الوطني المغربي، منتخب النيجر من كامش دفاعيا. أعتقد بأنه كاين فوارق على مستوى الإمكانيات، لأنه اللاعبين اللي في رقعة الملعب من المنتخب الوطني المغربي نشاطون في الدوريات الكبرى ويقدمون أنفسهم بشكل ممتاز. ويمكن نقولوا أيضا من جانب آخر أنه احترم المنطق، لأنه فعلا العناصر الوطنية قادرة على التسجيل وقادرة على الوصول لشباك منتخب النيجر. الطريق نحو المونديال مستمر، يسير ويتواصل. التأشيرة نسير لانتزاعها ولنأخذها وللارتقاء بها. لا 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 لا، ماذا فعل، ماذا صنع، ماذا حضر اسماعيل السيباري اللي تحرر من كل شيء ولعب كرة رائعة. كرة مغربية مستمرة لعينه الجهه اليمنى. ابراهيم دياز كيرجع كره ديالو للخلف، كيرفع كره، محاوله ممتازه، فرصه مغربيه راسيه. طريقه كانت جميله، ولكن اعتقد وضعيه تسلل بلال الخنوس كان في وضعيه مثاليه، ولكن قبل ذلك الحكم المساعد شهر الرايه ديالو معلنا على تسلل. تابعوا الطريقه اللي جات من خلال هذه الكره. ذكر بانه الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه ستواصل معكم التغطيه لهذه الاقصائيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، والموعد سيتجدد اكيد يوم الاثنين المقبل في واحد من اللقاءات الهامه. المنتخب الوطني المغربي سيواجه المنتخب الزامبي، مباراه تحصيل حاصل، ومباراه يؤكد من خلالها ايضا المنتخب الوطني المغربي على انه فعلا في هذه المجموعه يتسيد المشهد ويسير بشكل جيد في هذه المنافسه. كره مغربيه، محاوله مغربيه من الجهه اليسرى، تمريره اماميه. ابراهيم دياز ماذا يفعل؟ يراوغ يسدد لا إيجامان بديكريت الرباط يا إيجامان ويسجل لا. كره مباشره تصوب الحارس. إيجامان نقدروا نقولوا اول لاعب كيسجل في المركب الرياضي او من بين اللاعبين. لا تزال المغربي عن بلال خنوس تمريره في العمق، كره ممتازه، محاوله، فرصه من ابراهيم من دياز، ولكن الدفاع ينقذ الموقف. كره لصالح المنتخب الوطني المغربي. كره كتمشي للجهه اليسرى، سفيان كرواني
حاولت الاختراق وحاولت المرور، ولكن ضاعت كترجع مرة أخرى مغربية عند نائل العيناوي. فرصة مغربية، فرصة جول. عز الدين وناحي يعود للتهديف. عز الدين وناشر، وربما الهدف السادس قادم. كرة عند سفيان مرابط يحافظ على الكرة ديالو، كيختارها لأشرف حكيمي في وضعية مثالية، يبحث عن التسديد، كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء. كرة لا تزال مغربية عن إيجامان أصبحت عالية بعض الشيء، ولكن كترجع مغربية مرة أخرى. جمهور سير هكذا تصنع في المدرجات. كرة مغربية من جانب من أناحي التمويه، أناحي المراوغة والقنطرة الصغيرة. كرة ممتازة. ماذا فعل في الدفاع؟ يمكن صعوبة نعم للمرور، ومع ذلك لا تزال الخطورة. هنا المحاولة، هنا الفرصة، هنا التسديدة كانت أن تكون في المرمى، لكن اليمنى بلال الخلوس ينطلق. بلال يبحث بلال عن المرور ماذا يفعل؟ يختار تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء. العيناوي كان قريب، تغطية من الدفاع لإبعاد الخطر بمبدأ الأمان والسلامة، ولكن يظهر على أن الصافرة قادمة والصافرة أتت. إلى هنا نشكركم على المتابعة، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك.